نفس الفيلم في نفس الوقت، والدنيا بتكون بتمطر عندهم في نفس الوقت. بتقول له مد ايدك ونفس المطر سيلمسنا كأننا لمسنا بعض. بتقول له انت احمق لانك بتسمع اغنية حزينة، وهو بيقول لها وانت كمان عشان بتخافي من مشاعرنا. بتقول له اذا كويس اننا عرفنا بعض. بيقول الحب الكبير لأزمير وإيجا الحمقاء، لكنها بتقول لن نفعل هذا، بيننا كيلومترات لا يمكننا عبرها، الوقوع في الحب سيكون غباء. بيقول لها هل انت عايزة تنهي الأمر؟ بتقول له لأ، ولكن نتحكم في مشاعرنا. بيقول لها فات الأوان، والآن خدي قرار، أكون موجود أو لأ. بتقول له مش هنقدر نعيش بالحب، هيكون عذاب. انت حتى ما تقدرش تلمسني. بيقول لها خلي عندك أمل إننا في يوم هنكون مع بعض. أنا في حياتك كل ثانية، أعرف إمتى بتنامي وإمتى بتاكلي وإمتى بتخرجي، ولا أكون جانبك، ليس لدي أحد هنا، أنا وحيد، هل هتكوني معي؟ بتقول له آه معاك. وبدأوا يحطوا الأكل مع بعض في نفس الوقت، ولكن الباب بيخبط، ولما بتفتح بيكون صديق والدها، بيعرفها إن والديها توفوا في حادثة. وبتنهار أزمير وبتروح المستشفى. وإيجا بيحاول يتواصل معاها بس هي ما بتردش عليه. وبعدين مرات عمها بتقول لها تعالي معانا على أمريكا، ولكنها بترفض. عمها بيقول لها في منحة من القوات المسلحة التركية، يمكنك الذهاب إلى الجامعة بذلك المنحة لو مش عايزة تيجي معانا أمريكا. وبتروح فعلا، وبتقول أزمير الإسطنبولية تشبه كل شيء ما عدا نفسها. وهي داخلة بتقع، واللي بتيجي تساعدها بتكون ميرفي، وبتكون صبغت شعرها أزرق. وأزمير بتسألها بتعملي إيه هنا؟ بتقول لها أنا وباقي الجروب في منحة. وبتسألها وجان كمان جه؟ بتقول لها لا، انا وكوري ودورك فقط، وان جان حزين ومتأكدة انه كان هيجي لو استطاع. وبتقول لها لكنه ما جاش، وبتطلب منها ما تعرفوش انها في الجامعة، وبتسيبها وبتمشي. ولما بتروح المحاضرة كوري بيقول لها انه حزين لمعرفة اللي حصل لها، وانها قادرة على مواجهة الامر. وبعدين بيقول لها اتكلمت مع حبيبك، لكنها بتتهرب وبتقول له اشوفك بعدين، ومش بتحضر المحاضرة. ولما بتقعد في الكافيتيريا بتيجي بنته بتقول لها البعد عن العائلة صعب، وأزمير بتقول لها ما عادش عندي عيلة. وبتقول لها ليت عائلتي ماتت أيضا، وبتضحك. فبتسألها هل علاقتكم سيئة؟ بتقول لها يعني. وبيرن عليها باباها وبيطلب فلوس عشان يشرب كحول. وبتسألها هل انت دايما مرحة؟ بتقول لها لازم أسعد نفسي بنفسي. وبتسألها هل لديك حبيب؟ بتقول لها لأ، كان عندي. بتقول لها خانك؟ بتقول لها لأ، ولكن بطل يكلمني من بعد موت أبي وأمي، وأنا ما عدتش الإنسان اللي بيحبها. بتقول لها مش شرط، ولازم تكلميه. بتقول لها كده كده كنا هننفصل لأنه بعيد عني ومش هيقدر يجي هنا. بتقول لها وانت مش شجرة فعادي ممكن تروح للمكان اللي فيه سعادتك. بتقول لها ايا كان انا ماشية. وبتسألها عن اسمها، بتقول لها بوسة. وهي ماشية بتقول لها اتصلي بيه، الحياة لا تستحق ان تحاربيها لوحدك. وفعلا بتبعت له رسالة، وبتقول ايجا جه الى ساحتي واصبحت ازمير مرة اخرى، وبيكون في حفلة تحت. وبتقول له بيشاوروا لي عشان انزل، بيطلب منها تنزل وهي بترفض، لكنه بيتحايل عليها. وهي بتسأله عن السبب اللي مخليه هناك، وانه مش عارف ينزل حتى يوم وفاة اهلها. وهو بيقول لها احتاج بعض الوقت وسأخبرك. وبيقنعها تنزل الحفلة، ولما بتنزل بيجي ولد.